انا بناشد سياده رئيس الجمهوريه، بقول لك منك لله وحسبي الله ونعم الوكيل فيك، انت رئيس ظالم وحكومتك ظالمه. فعلا زي ما سمعت كده، راجل ظالم وفاجر، ولا شعب مالي عينه ولا فقير ولا غني، الا اللي هيدفع بس. مش هتدفع هتتحط في البلاك ليست. الراجل اللي في الفيديو ده مش بيقول كده من فراغ، ولا عشان السيسي رفع اسعار البنزين ولا الكهرباء ولا الميه. لا، ده السيسي وعصابته راحت هدمت بيت الراجل ده هو واكتر من 70 منزل. شوفوا اتفرج، المنظر ده مش من سوريا ولا من العراق ولا ليبيا، المنظر ده في مصر، وتحديدا في شبرا الخيمة عند محور العصار. يلي ساكت وبتقول ماليش دعوة، اعتبر ده بيتك ودي أسرتك. وشوف منظر البيوت دي وهي بتتهد بكل سهولة وفي كل جبروت. شقى سنين وعمر كامل ضاع في لحظة قدام عين أصحاب البيوت. على الأقل كل منزل فيه أكتر من 10 أفراد، يعني ما بقاش في بيت ولا مكان يقعدوا فيه. وعزبتهم اللي تاريخها من قبل 1900 بكل سهولة كده السيسي حلوت في عينه وخدها عشان يعملها مجمع سكني، زي بالظبط المجمع السكني اللي عمله قصادها على الجنب التاني عند محور العصار. لحد الآن محدش سكن فيها أو خد فيها شقة، وعاملة بالظبط زي مدينة الأشباح بسبب ارتفاع سعر الشقة اللي تخطى 1,200,000 في منطقة شبرا الخيمة، اللي هي منطقة شعبية وناسها معظمهم شغالين باليومية. مين مجنون هيروح يشتري شقة بالسعر ده؟ وفي نفس الوقت صندوق النقد الدولي بيطالب بسداد القروض، وكانت من شروطه ممنوع تنفيذ اي مشاريع لا تدخل عائد مادي. بس السيسي ملهوش علاقة بالصندوق غير وقت الشحاتة والاستلاف بس، لكن وقت الدفع طبعا الشعب هو المسؤول، وهو اللي يشيل الليلة زي ما بيشيلها على طول. حسبي الله ونعم الوكيل، والله المستعان.